اوعى تعمل كده. الفوطه والميه وامسح الشاشه بيهم، انا كده حرقت الشاشه وهرميها. اوعى تقع في المشكله دي وتعمل الحوار ده. الفوطه يا جماعه، الحته دي ورا كل مصيبه بنغرقها ميه ونمسح الشاشه بيها بتاعه التلفزيون او الشاشه الموجوده عندك في البيت. وكتير من الستات بتعمل القصه دي. انا بدمر الشاشه يا جماعه، انا بدمر يعني الشاشه تدمير كامل. الميه يا جماعه بتنزل لما بنحط فوطه كده فيها ميه ونروح حاطينها على الشاشه ونمسحها، بتنزل تتسدل لتحت على الكوبايات بتبوظ يا جماعه. اوعى تقع في الغلط ده وتعمله. والله العظيم انا بقول لك عن تجربه، وهنزلكم فيديو الايام الجايه دي على عيل صغير كان بيرش ميه كده بمسدس صغير، بهدل الدنيا بسبب الميه دي. تروح للصيانه تتعمل ايه ما تتعملش. والله انا بقول لكم واني لكم نصح امين. لو عايز تتاكد بنفسك خلاص انت حر بقى. خلي الناس جماعه في البيت يمسحوا الشاشه بالميه وهتشوف بنفسك ايه اللي بيحصل فيها. هتلاقيها جابت لك من الجنب كده ومن الجنب ده ومن الجنب ده خطوط، او من فوق وتحت خطوط، وبعد كده تسود وبعد كده خلاص. والله هترمي الشاشه. اسمع كلامي، لايك وشير عشان خاطر غيرك يستفاد بالفيديو. وصلى على النبي. بص يا جماعه، الكوفيات اللي احنا بنتكلم عليها اهي، ادي الشروط بتبقى جوه الشاشه. ده احنا بنتكلم عليه دايما وبنقول خلي بالك من الميه. الميه بتتسلل بتعمل المشكله دي. ميه تمسح الشاشه وميه لو على ميه بتروح نازله في المنطقه دي كده تحت اهو، هنا كده تعمل المشكله دي اهي. اهو شايفينها اكل. بصوا يا جماعه اهو. عشان كده دايما بنقول ناخد بالنا من القصه دي.